سوريو في مهب الريح والبديل مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الأهلاوي في كل مكان، وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم جديد ودعما لأخوكم عمرو الأهلاوي. النهاردة حلقتنا دسمة، مباراتين النهاردة مهمين جدا وعملوا فرق كبير في الدوري، واخبار النادي الاهلي واخر الاخبار مباراه بكره امام المقاولين ان شاء الله، والتشكيل المتوقع اللي يبدا بيه مستر كولر. هنبدا النهارده بنادي الزمالك وزد المستحدث حديثا في الدوري المصري والحصان الاسود في الدوري المصري لحد الان، وهو الثالث في مركزه الثالث في الدوري. أوسوريو خلال ساعات هيتم الإعلان عن رحيله، وخبر أهو حصري مع عمرو الأهلاوي. أوسوريو خلال ساعات هيتم الإعلان من خلال مجلس إدارة نادي الزمالك برحيله، والبديل بنسبة كبيرة هيكون مصري خلال الفترة اللي جاية لحد ما يشوفوا مدرب آخر. النهارده شفنا الزمالك دفاعه مهلهل، الخسارة الثانية على التوالي لنادي الزمالك والثانية له في الدوري المصري، مباراة انبي اللي فاتت ومباراة زد النهارده، وشفنا كلاكيت بنفس الشكل بنفس الأداء. زيزو مش في حالته مباراة انبي اللي فاتت، زيزو في مباراة انبي اللي فاتت مش في حالته، والنهارده كمان مش في حالته. لعيبة كتيرة الزمالك النهارده مش في حالتها. دفاع الزمالك حدث ولا حرج، بيتعمل فيه كل حاجة يا جماعة، كل حاجة مباحة. ايه الدفاع النهاردة بتاع الزمالك ده؟ لو فرقة قوية بتلاعب نادي الزمالك لا يشيل 5-6. لو فرقة قوية فيها لعيبة تقيلة زي مثلا هيلعب في الكونفدرالية ولا هيلعب فرقة قدامه تقيلة، صدقوني دفاع مش موجود أساسا. كوارث النهاردة في دفاع نادي الزمالك. والنهارده كمان ابننا رأفت خليل يصنع الهدف الثاني. ابننا رأفت خليل يصنع الهدف الثاني. رأفت خليل لعيب ممتاز يا جماعه، انا ما اعرفش ليه الاهلي برضه فرط فيه، ولعيب صانع العاب محترم جدا جدا جدا، وجناح كمان، يعني بيلعب في نص الملعب وبيلعب كمان جناح شمال. لعيب هيبقى ليه مستقبل قوي جدا جدا في النادي الاهلي، وعشان كده الاهلي خرجوا اعاره السنه دي عشان ياخد خبره في الدوري المصري ويرجع اتقل من مكان في الاهلي كمان. وهتشوفوا رأفت خليل مستقبل منتخب مصر اللي جاي ومستقبل النادي الاهلي. هدفين ولا اروع من نادي زد يوصلوا للمركز الثالث في الدوري المصري. النهارده شفنا قبل المباراة وشفنا خبر الثلاثي اللي استبعد من مباراة الزمالك وزد وخرجوا من القايمة بسبب خروجهم من المعسكر امبارح، وسابوا المعسكر من غير أي إذن، وهو فتوح والزناري ومحمد صبحي. خرجوا من المعسكر وراحوا سهروا بره بدون أي إذن، الكلام ده من داخل نادي الزمالك، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا، والاخبار كمان تداولت في الصحف وفي الاعلام المصري. تم التواصل معهم عن طريق مدير الكوره، ورجعوا الاثنين لعيبه اللي هو الزناري ومحمد صبحي الساعه 2:30 ليلا، رجعوا المعسكر 2:30 ليلا، فبالتالي تم استبعاد الثلاثي من مباراه النهارده. دي القصه الكامله في استبعاد المباراه، وتم العقوبة عن طريق مدير الكرة، وقع عقوبة عليهم وعمل مذكرة ورفعها للأستاذ حسين لبيب، وبنسبة كبيرة هيتم التحويل ليهم للتحقيق. نادي الزمالك مليان مشاكل داخلية كتير لحد الآن. أنا قلت لكم قبل كده فتوح يا جماعة رافض يلعب للزمالك. الزمالك حاول كتير معاه ان يجدد له عقده، ولكن فتوح انا قلت لكم رافض مبدا، حتى لو ادوله 70 80 90 مليون في الموسم. اتمنى من نادي الزمالك، سيبكم بقى من يجي الاهلي فتوح او ما يجيش الاهلي، القصه مش كده.
يا ريت اداره الزمالك الجديده اللي موجوده دلوقتي حاليا تمشي بمبدا الاهلي زي ما موجود عشان تنجح. اللعيب اللي اتنك عليها يغور في داهيه، اللعيب اللي اتنك عليها يغور في داهيه، يروح بقى الاهلي، يروح الزمالك، يروح اسماعيلي، يروح في اي حته يطلع بره. اللعيب اللي مش قادر يمشي على سقف مرتبات النادي بتاعه خلاص يمشي. ما دام مش حابب، ما تحايلوش على لعيب هو مش عايز. نادي الزمالك بتكلم والله بجد، مش مساله انه يروح النادي الاهلي خالص، بس انا بتكلم على المبدا يبقى موجود زي النادي الاهلي، زي اي نادي تاني محترم. اللعيب مش عايز يلعب هنا خلاص، مع السلامه، يمشي. اعتقد احنا كان عندنا حمدي فتحي احسن لعيب في النادي الاهلي، وهو اللي اصر ان يطلع احتراف ويحترف بره. النادي الاهلي ما وقفش في طريقه، لانه ادى للنادي الاهلي كتير. وما دام مش عايز تكمل خلاص وقافل وعايز تطلع احتراف، اتفضل، مع الف سلامه. النادي استفاد وهو استفاد، والنادي نفسه ما بيقفش عليها لعيب. المفروض اي نادي كبير ما بيقفش عليها لعيب، هو اللي بيصنع اللعيبه. فنادي الزمالك مليان مشاكل داخليه كتير، واللعيبه اللي موجوده حاليا مش هتقدر تقوم نادي الزمالك نهائي. فلازم حل القيد قبل شهر يناير، وفتح القيد في شهر يناير، ويبداوا يشوفوا الصفقات الموجوده ازاي هيجددوا لها، او ازاي هيبداوا يشتروا لعيبه جديده. ده بالنسبه لنادي الزمالك. الله يكون في عون في جماهيره، وهارد لك لكل جمهور نادي الزمالك. ان شاء الله الزمالك يرجع احسن باذن الله، وزي ما قلت لكم قبل كده يبقى المنافس النادي الاهلي، لان زي ما قلت لكم قبل كده مفيش كوره في مصر بدون اهلي وزمالك. هم روح الكوره المصريه، وهم روح المنتخب المصري كمان. نروح على المباراه اللي بعديها، وهي مباراه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. الخساره الاولى في الدوري هذا الموسم لبيراميدز على ايد سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا قضى النهارده مباراه هايله جدا جدا، وكمان ابننا القدنوسي اللي الواحد زعلان فعلا عليه ان احنا سبناه عشان خاطر نجيب موديست يشلنا. ادينا لهم واحد يجيب اجوان وجبنا واحد يشلنا. النهارده يسجل هدف ولا اروع من كده ويتقدم عن طريقه، وشكري كمان بينهي بالهدف الثاني لينتهي المباراه 2-0 لسيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا برضه مقدم موسم كويس جدا السنه دي، والقدوسي مقدم موسم ولا اروع. ده الهدف الرابع ليه هذا الموسم. فانا مش فاهم ولا عارف ليه الاهلي فرط في القدنوسي ما دام مفيش مهاجم سوبر. انا ما كنتش هتكلم على القدنوسي لان كده كده لازم كنا نخرج حد من الاجانب، وكان القدنوسي خرجناه، الاهلي خرجه، وانا عارف متاكد من كده، عشان ليه بدائل كتير في النادي الاهلي، اذا كان جه امام عاشور او اذا كان موجود قفشه. مع ان القدنوسي اتقل، انا بقول اتقل في اللعب من قفشه في الوقت الحالي. القدنوسي كان عنده مشكله صغيره، لو كان مستر كولر اشتغل عليها كان هيكملها له، وكان هيبقى لعيب فارق جدا الفتره دي مع النادي الاهلي. ادي شايفين القدوسي بيهدف وبيسجل وبيصنع وعامل شغل جميل جدا مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم. كنت اتمنى كولر يعني ما دام مفيش مهاجم محترم في النادي الاهلي كان يستنى على القدوسي. فان شاء الله يبقى موسم قوي ونتمنى له الخير القدنوسي. وسيراميكا كليوباترا قدر يوقف نادي بيراميدز عن الانتصارات المتتاليه ويهزموا اول هزيمه، يقودوا الاول هزيمه ليه في الدوري هذا الموسم. الموضوع اللي بعد كده عندنا النادي الاهلي بكره ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا ومش قليله امام المقاولين العرب الساعه 7 مساء. القائمه كلها ان شاء الله مكتمله بتاعت النادي الاهلي، ودخول كمان السولية وكريم فؤاد، وبقوا جاهزين للمباراة الرسمية في أي وقت بناء على تعليمات مستر كولر الفنية. فموجودين في قائمة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هتلعب بكرة بإذن الله. التشكيل المتوقع اللي أنا أتوقعه إن شاء الله لمباراة بكرة
هيبدأ بعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق. في نص الملعب كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، أمامهم أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وقدامهم كهربا. ده التشكيل المتوقعه واللي اتمناه ان يبدا كمان بيه ان شاء الله مستر كولر، يدي لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر لعيب كبير، وكمان في عدم وجود كمان رضا سليم اللي يعني اتاثر بعدم وجوده لمده 3 شهور كاملين. فاحمد عبد القادر لازم ياخد الثقه كمان قبل دخولنا على بطوله دوري ابطال افريقيا، المباريات دور المجموعات، وكمان كاس العالم للانديه اللي طبعا رضا سليم مش هيكون معانا، فلازم احمد عبد القادر ياخد الثقه ويبقى متواجد. واتمنى كمان من مستر كولر يدي للدبيس مع علي معلول، عشان علي معلول خلاص مش هيقدر يا مستر كولر يديك ال 90 دقيقه كامله كل مباراه، بالذات ضغط المباريات اللي جايه. ادي للدبيس شويه، يبقى على الاقل ده شوط وده شوط، او علي معلول يلعب 30 دقيقه مثلا والدبيس موجود. من الدبيس لعيب كبير وعايز ياخد فرصته، وان شاء الله هيكون لعيب ليه تقل في النادي الاهلي. فدي التشكيله باذن الله اللي هيبدا بيها بكره مستر كولر. خبر عندنا لموديست، في زي ما قلت لكم انا اتكلمت في الموضوع ده من بدري قوي، من حوالي اكتر من شهر في حلقات قديمه. لو رجعت لها اتكلمت على موديست، قلت في اقاويل داخل مجلس اداره النادي الاهلي ان موديست ما يكملش بقيه حتى عقده اللي هو الموسم، ان يمشي في شهر يناير ويجي مهاجم تاني في شهر يناير، مهاجم قوي في شهر يناير. وده فعلا اللي بدأ تاني نتكلم فيه، ان في اقاويل ان موديست ما يكملش بقيه السنه بتاعته ويبقى في مهاجم سوبر في شهر يناير، وده مطلب جماهيري. ادينا شفنا المشكله الرهيبه اللي موجوده داخل فريق النادي الاهلي، والفرص الضائعه اللي خسرتنا بطوله انا اعتقد كانت بطوله سهله جدا للنادي الاهلي، مش صعبه ان ياخدها، وبطوله لاول مره تدخل دولاب النادي الاهلي. ولكن للاسف عدم وجود مهاجم صريح سوبر ادى لضياع فرص كتيره تهديفيه. فده خبر موجود داخل النادي الاهلي، ودراسته موجوده داخل النادي الاهلي. وفي كمان اقاويل برجوع محمد شريف في شهر يناير، لان محمد شريف عايز يرجع من السعوديه، يعني مش عايز يكمل. وفي اقاويل ان النادي الاهلي بيحاول، اللي هو خلاص مش لو محمد شريف اكد ان مش هيقدر يكمل في السعوديه، فالنادي الاهلي هيرجعه في شهر يناير. اتمنى اكون وفقكم باخبار مهمه النهارده مع عمرو الاهلاوي، واشوفكم في حلقه جديده مع اخبار جديده مع عمرو الاهلاوي.